فوجئت بالرد من إدارة القناة بأنه للأسف ما فيش راعي للبرنامج. في مثل هذا التوقيت يكون الوقت عليك أنت كمذيع وأنت كشخص بتعتمد على برنامج رمضان اعتماد كامل في مسألة لقمة عيشك. السبب الحقيقي لخروج سفيان المطحني من قناة السعيدة. تفضل عندك المايك. ببساطة المشكلة بدأت العام الماضي. إذا تتذكر في رمضان كان الكل قبل رمضان يسألني ماذا ستقدم هذه السنة، وكنت أقول للناس بناء هذا الكلام قبل رمضان ب3 أشهر أنه بناء على الترتيب مع القناة أنه سيكون معي برنامج رمضاني. وكانت القناة دائما تتحدث معي أنه الطواقم منشغلة، اصبر حتى يعود الطاقم من تصوير البرنامج مع زميل أو زميلة من الزملاء هي بتصور الآن في الميدان، وبمجرد أنه يرجع الطاقم أنت تتحرك تشتغل. هذا الأمر كان قبل 3 أشهر من رمضان. مرت الأيام ولم يتبقى إلا شهرين وأنا أسأل متى سأبدأ، قالوا قريبا قريبا قريبا، حتى لم يبقى لرمضان إلا 20 يوما. ووقتها فوجئت بالرد من إدارة القناة بأنه للأسف ما فيش راعي للبرنامج. في مثل هذا التوقيت يكون الوقت عليك أنت كمذيع وأنت كشخص بتعتمد على برنامج رمضان اعتماد كامل في مسألة لقمة عيشك، لأنه هو الشهر الوحيد اللي بنشتغل فيه أو بنحصل فيه عائد مادي جيد. فيعني الرد صدمني جدا، وأدركت أنه أنا يعني وقعت في الوقت الضائع، أو يعني طحت في الوقت الضائع. لا أنا اللي اشتغلت مع القناة ولا هم أبلغوني في وقت مبكر حتى أستطيع أنه أنا أروح أشتغل مع أي قناة أخرى، لأنه كل القنوات قبل رمضان ب20 يوم خلاص قد جهزت برامج، اتفقت مع مذيعين، بدأت تصور أو أوشكت على الانتهاء من التصوير. فهذا اللي حصل وقتها. أنا أعلنت، كنت في الفيسبوك، ويمكن بعض الشباب اللي بيتابعوني في الفيسبوك، إنه أعلنت وقتها إنه ارتباطي انتهى بقناة السعيدة بعد 15 سنة خدمة في ثانوي. يعني بعد قضيت عمر في السعيدة انتهت علاقتي بالقناة، وأنا أشكر إدارة القناة وكل الزملاء وأتمنى لهم التوفيق. وقتها تواصلوا معي بعض الإخوان من الإدارة، قالوا لا ليش أنت فعلت هكذا واستعجلت ومش عارف إيه. قلت لهم يا إخواني أنتوا لا خليتوني، لا أنتوا اللي جبتوا لي عمل ولا أنتوا اللي سبتوني أروح أشتغل مع الناس. ومثل هذه الوضعية الأمانة أنا أعتبرها إساءة، يعني بقدر ما هي إهمال وربما تطنيش وربما تهميش، أنا اعتبرتها بمثابة الإساءة. لأنه لو كان هناك شيء من التقدير وشيء من الاحترام كان يجابوا لك الرد في وقت مبكر، يا أيوة يا لا، يا حتشتغل معانا يا مش حتشتغل معانا، ورحلك الله يفتح عليك. أن لا توجد أي مشكلة عندي، حتى لو كانوا القناة قالوا ما لك برنامج عندنا، والله العظيم ما كنت لأجد في الأمر أي غضاضة، كنت سأتقبل الأمر. وهذه سياسة قناة، هي حرة تقرر ما هي نوعية البرامج التي تريدها، ما هي نوعية المذيعين الذين تريد منهم أن يستمروا، ومن هو الذي لا يريد الاستمرار بإمكانه أنه يغادر. ما عندي أي مشكلة، هذه سياسة قناة، ما هوش بالغصب إلا لازم يشغلني، ما هوش بالغصب لازم ولا يعطيني برنامج. لكن على الأقل كنت أتمنى أنه معي برنامج، قل لي يا أخي معك برنامج استمر، ما بيش معك برنامج قل لي يا أخي ما بيش معك برنامج، روح الله يفتح عليك ويرزقك، ما لك رزق عندنا. بس هذه هي الإشكالية التي حصلت. فعندما التقيت بهم في قبل رمضان بأيام بسيطة، يعني الأخ مدير التنفيذي للقناة للأمانة اعتذر لي وقال لي والله إنه حصلت وظروف ومش عارف إيه، والراعي انسحب في الأيام الأخيرة. أنا قلت له يعني كنت أتمنى أو أفضل أنك لو بلغتني قبلها بشهر ونص كنت بروح لأي قناة ثانية. يعني القنوات موجودة وكثير من الإخوان عرضوا علي أن أشتغل معاهم، كنت حروح أشتغل. أما أنه تسيبني كذا وساكت ولا في ذهنك ولا كأنه يعني في البلسة بلسة، ما هوش صح، ما هوش طيب الأمر هذا، في إهانة، أنا اعتبرتها إهانة. الإخوان تكرموا في السعيدة، قال المدير حنعوضك بدل المبلغ اللي أنت خسرته من عدم تقديم برنامج، حنعطيك هو. جابوا لي منه تقريبا 60% أو 70% من المبلغ، خصموا منها السلف القديمة، وبالتالي لم يبقى إلا ربع المبلغ. هذه واحدة. اتفقنا على أساس أنه أقدم
انهم يعطوني 16 حلقه للعيد لم يسجل منها الا 11 حلقه. اتفقنا انه يتم اعطائي برنامج بعد رمضان على مدار السنه على اساس انه يكون عندي مصدر دخل. لم يتحقق هذا الوعد نهائيا، وبالتالي انا شعرت انه بامان الاحساس اللي جالي انه يبدو انه اخذتها من قصر ورحت وغادرت. فاتصل ببعض الاخوان قالوا اخطات وكان المدير مجهز لك وكان قلت لهم هذه الوعود سمعت منها كثيرا، ما عدت يعني على استعداد لاسمع المزيد من الوعود بدون تحقيق اي منها. وبالتالي اتجهت في الفتره الماضيه الى قناه المهريه اللي عرضوا علي انه انا ابدا اشتغل معهم، وفعلا بدات معهم في برنامج خريب حوف، والحمد لله كان برنامج قوي وناجح. اللي ما شافه يشوفه على اليوتيوب في قناه المهريه، وقناه المهريه على اليوتيوب. والحمد لله رب العالمين. هذه كل القصه، يعني كل اللي حاصل انه لما انت تشعر انه انت في مكان عمل لم يعد يعطيك اي اهتمام، لم يعد يعيرك اي اهتمام، لم يعد يعطيك التقدير اللازم او اللائق بك بناء على مده خدمتك طوال 15 سنه، فافضل انك تمشي. ما فيش داعي تكرر الا ولا لازم اجلس ولازم تشغلوني غصب. خلاص رحلك، الله يفتح عليك. طيب سبب تجاهل او بداوا يتجاهلوا سفيان المطحني من السنه الماضيه، بنظرك ايش السبب؟ هل خلاص سفيان المطحني ما عاد بيجيب لنا مثلا مشاهدات مثلا؟ هل سفيان المطحني مش ايش بنظرك انت؟ يعني انت اكيد انك موجود معهم وعارف، يعني اكيد ان في سبب معين او ما في سبب كذا خلاص. فلنقل خلينا نقول يا محمد انه سفيان ما عادوش بيحقق لنا المشاهدات. المنطقي في اي اداره انه يقول لك لو سمحت يا اخي انا متشكر لك وجودك خلال السنوات الماضيه، وشاكرين لك جميل. كل جهدك اللي قدمته خلال السنوات الماضيه وكل برامجك اللي قدمتها. القلب للقلب ابيض، وكل سنه وانت طيب، ما لكش لقمه عيش عندنا. لكن انك تاخذني وتحطني بس كذا في الدرج وترميني من غير اي اهتمام، لا، هذا اللي انا ارفضه. التطنيش هذا ما هوش مليح. جميل. لا للقناه ولا لتاريخي الذي انا قدمته للقناه ولا لاي شخص ممكن يقبل انه يكون شخص هامشي في اي مكان، لا في فريق كره قدم، ولا في مذيعين في قنوات، ولا حتى عامل في شركه او عامل او موظف في شركه لما يشعر انه الشركه حقه بس رامين وكذا في الدرج بدون ما يعطوا له اي اعمال، يشعر بالاساءه ويشعر بالضيق ويشعر بالتضايق ويشعر بانه لا، هذا المكان ما عادوش مهيأ لاستقبالي او لتواجدي فيه مجددا. خليني اريح لي افضل.